السلام عليكم. اليوم لدينا درس وهو شرح برنامج ستيك إيت. برنامج ديال الصور وإضافة تأثيرات عليها، وأيضا برنامج خاص بقص الصور. أولا رابط البرنامج أسفل الفيديو، تجدونه أسفل الفيديو. توجد نسخة مدفوعة، توجد نسخة مجانية. أنا سأضع لكم رابط النسخة المدفوعة. هنا التقاط صورة، وهنا إضافة صورة من الألبوم. ندخل نختار أي صورة، مثلا هذه. نختار أي صورة ونضغط على سمارت كيت. أولا لنبدأ الشرح من هنا. لتحديد الجزء المراد قصه نحدد بالأبيض هكا، أما بخصوص الجزء المراد حذفه بالأسود هكذا، مثلا هكذا. البرنامج سهل جدا، سهل الاستخدام، وواجهة سهلة، فقط تحتاج بعض الوقت وستتعلم. هنا انتزعنا هذه الصورة بطريقة رائعة جدا، بطريقة رائعة. هاي يمكن حفظ هذه الصورة بصيغة PNG لوضعها في صور أو أي شيء آخر، بالمرات المقبلة مثلا هكذا. نقوم بالضغط على Selected ويتم حفظ الصورة مقصوصة فقط. أما بخصوص باقي المميزات، هنا ستيل، أي جعل الصورة بحد مثلا أبيض، أو بالكثير من المميزات، حدود، و الكثير من الضبابية. هنا مثلا نحن نختار مثلا هذا الحد، وبعدها نذهب إلى هذا الخيار الثاني ونختار لون الحد: أسود، أخضر، أصفر، بكل الألوان، أبيض. وهنا سمك هذا الحد، وهنا التوهج. فقط عندما نضغط على هذه الصورة نقوم بالعمل عليها. الآن مثلا لجعل الخلفية بيضاء نترك الصورة هكذا، نلغي التحديد على الصورة، نضغط على هذا الدلو ونختار أي لون، اللون الأبيض مثلا، أو أي لون، أو وضع صورة كخلفية. أيضا يمكن وضع صورة كخلفية، مثلا أي صورة. وهنا تعديل على الصورة، إضافة تأثيرات على الصورة هكذا. هنا إضافة فلتر للصورة المحددة. نذهب هنا فوق. هنا يمكننا إضافة صورة مثلا من الصور المقصوصة أو أي صور أخرى، مثلا هذه الصورة تضيف الصورة. وأيضا يمكن إضافة نص، يمكن أيضا إضافة الخطوط. سأشرح هذا في الحصة القادمة. مثلا هكذا نختار الخط، ها هي خطوط أضفتها أنا، مثلا هذا الخط. خطوط عربية يمكن إضافتها للبرنامج. هذا كل ما لدينا. البرنامج سهل جدا، وهو جيد خاصة في القص مثلا. وهنا سنشرح هذا هذا الجزء. هنا لحفظ، ضغط على Selected لحفظ هذا الجزء. هنا Selected بهذا الاختيار بالأصفر
لحفظ الصورة بتأثيراتها، بالتأثيرات يعني هكذا بهذه التأثيرات. وأيضا يمكن حفظ الصورة كاملة هكذا، هذه الصورة كاملة. يعني برنامج سهل جدا وهو جيد. سأحاول شرح بعض الدروس الأخرى في هذا البرنامج، مثلا إضافة الخطوط وغيره. يعني البرنامج جد سهل. هذا ما لدينا اليوم، إلى اللقاء في درس آخر.